انتوا تعرفوا ان انور وجدي حب راجل وكان هيتجوزه؟ اه والله زي ما سمعتوا كده. يعتبر انور وجدي احد صناع السينما المصرية، لانه بسبب ذكائه وموهبته الفذة قدر انه يتحول من كومبارس صغير بفرقة رمسيس لفتى الشاشة الاول واشهر نجوم الفن بالزمن الجميل. انور وجدي كان من اسرة بسيطة جدا، وده كان سبب من الاسباب اللي خلاه يدخل مجال الفن ويحاول انه يصنع بصمة فيه، وفعلا هو ده اللي حصل. تعالوا نشوف حكاية النهاردة مع انور وجدي والموقف المحرج اللي اتعرض له. بس قبل ما أبدأ الفيديو ياريت تفرحوني بلايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أنور وجدي حصل له موقف محرج جدا لما كان لسه في بداية مشواره الفني. بتبدأ الحكاية لما كان أنور وجدي في أحد الملاهي الليلية مع شوية من صحابه. وقعت عين أنور وجدي على بنت جميلة جدا بالملهى، والراجل بصراحة ما كدبش خبر. قام بسرعة وراح طلب منها إنه يرقص معاها. البنت وافقت على طلبه على طول ورقصت معاه. حس أنور ساعتها إنه معجب بيها جدا، وبعد ما انتهت الرقصة رجع أنور لأصحابه. فضل يشعر ويوصف في جمال البنت ورقتها وجمال أسلوبها في الكلام معاه. بعدها بشوية راح لها تاني وطلب منها إنه يرقص معاها مرة تانية، بس المرة دي طلب منها إنه يقابلها تاني يوم، والبنت وافقت على طول. حس أنور ساعتها إنه هيطير من الفرحة، ورجع أنور لأصحابه وحكى لهم اللي حصل. لما أصحاب أنور وجدي لقوه مهتم بيها ومعجب بيها جدا طلبوا منه إنه يعرض الجواز عليها طالما هي عجباه. أنور وجدي وافق على الفكرة وراح لها بسرعة علشان يطلب منها الجواز قبل ما حد غيره يخطفها. بس بعدها رجع مصدوم لأصحابه. أصحابه لما شافوا وشه قالوا له إيه اللي حصل؟ هي رفضت إنها تتجوزك؟ أنور قال لهم لأ. واحد من أصحابه قال له طب هي طلعت متجوزة؟ أنور قال له برضه لأ. قال له واحد تاني من أصحابه ما تتكسفش ما تتكسفش، أكيد هي رفضتك علشان حالتك المادية مش ولا بد. قام قال له أنور لأ، وطلب منهم إنهم يمشوا من المكان بسرعة. خرج أنور مع أصحابه من المكان وأصحابه مش عارفين إيه اللي حصل. قال لهم أنور انتوا عارفين سيرك عمار؟ أصحابه قالوا له عارفينه، احنا اتفرجنا عليه أكتر من مرة. قال لهم أنور في بنات حلوين قوي هناك، وكمان في شباب في منتهى الجمال والرشاقة، صحيح؟ أصحابه قالوا له أيوة طبعا. أنور قال لهم البنت اللي رقصت معايا دي كانت واحدة من الشباب اللي بيشتغلوا بهلوانات في سيرك عمار. اتصدموا أصحابه لما سمعوا اللي حصل وفضلوا يضحكوا.